ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الورد والفل والياسمين والمحبه، يا مساء الجمال، يا مساء كل حاجه حلوه عليكم يا رب. النهارده فيديو جديد مختلف. حطوا اللايك يا جماعه، اللي اول مره يشوفنا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. النهارده بقى تكمله الفيديو اللي قبل كده نزلت لكم فيديو، رجعوا لي للقناه، اللي هو ازاي نقلل من مسكه الموبايل عند اولادنا او عند اطفالنا، خاصه الاطفال الصغيرين، ازاي نقلل مسكه الموبايل. وهنا اهو حبيت ان انا اجيب لكم الفيديو كمان بروتين معاه، يعني اللي هو مش هنتكلم كده، لا نتكلم بروتين كمان، بحيث اللي بيسمعني ياخد برضو طاقة ايجابية كده ويقوم يتنشط، اللي وراه حاجة يعملها. هنا بقى في بداية اليوم اول حاجة كده انا طلعت على السطح. طبعا اكتر حاجة بحب انضفها السطح، لازم يكون مكان الطيور بتاعنا نضيف كده وزي الفل. والله انا بحب تحت الطيور نظيف دايما، يعني اكتر حاجه بحب انضفها تحت الطيور، يعني بحب انضف كده، بيبقى الدنيا كده جميله كده ولطيفه. كمان لما بيبقى الصيف بيبقى بنقعد كده في الهوا شويه، بيبقى شتاء بنقعد كده في الشمس شويه نتشمس وناخد فيتامين د والكلام ده كله، فلازم السطح كده يبقى متروق ونضيف ومكنوس زي الفل. وفطرت الطيور بقى وظبطتهم ونزلت. هنا سيبكم بقى من الفرخه دي اللي طلعت بقى كده، هربت وطلعت قبل ما اطلع بقى اخواتها، دي كانت لوحدها. وهنا بقى حطيت الميه وحطيت الاكل وكل حاجه، وهنزل بقى اشوف بقى الروتين بتاعنا ويومنا كده كامل. وهنا بقى هقول لكم على النقطتين اللي فاضلين اللي احنا نعملهم. انا قلت خطوتين في الفيديو اللي قبل كده ازاي نقلل من مسكة الموبايل عند اطفالنا، وهقول لكم نقطتين تاني كمان تعملوا بيهم الفيديو، يعني تعملوا بيهم الفيديو ده. وعايزه بقى رايكم في الكومنتات، والله 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 فعلا بيجيبوا نتيجة حلوة جدا. انا عن نفسي بطبق ده مع ابني وبيجيب نتيجة. على الاقل احنا مش هنخفف، يعني مش هنمنع خالص الموبايل، بس على الاقل هنخفف، يعني على الاقل هيبقى فيه تخفيف شوية، مش يمسكوه لاكبر فترة ممكنة، لا يعني هنقلل، تبقى نمسك كده الموبايل حبة كده صغيرين، شوية وشوية، لا عشان تركيز ولادنا، وعشان زي ما قلت لكم قبل كده دماغهم تبقى نظيفة، دماغ من جوه تبقى نظيفة كده بقى للمذاكرة، لأي تفكير يفكروا فيه، مش دماغهم تبقى الموبايل وبس، والحاجات اللي على التابلت والحاجات اللي على الموبايل والتيك توك وكواي والحاجات دي كلها، لا عايزين نفضي دماغهم. دولت أطفال، فلازم نتعب شوية معاهم. اتعبي شوية مع أولادك عشان تاخدي نتيجة كويسة، يعني اتعبي شوية معاهم. أسهل حاجة عند الأم بتدي ولادها الموبايل عشان ترتاح من زنهم ودوشتهم، لا يا جماعه، حاولوا ان انت حافظه على اهم حاجه النظر، عينيهم بتوجعهم من مسكه الموبايل، اهم حاجه دماغهم تبقى نظيفه. فانا قلت خطوتين قبل كده، ارجعوا اسمعوهم في الفيديو اللي هو نزلته قبل كده ازاي نقلل من مسكه الموبايل. قلت خطوتين، والنهارده برضه اقول لكم خطوتين تكمله الفيديو اللي قبل كده. هنا بقى تالت حاجه هقولها لكم، تالت حاجه عشان قلت حاجتين قبل كده في الفيديو اللي فات، تالت حاجه بقى هقولها. تالت حاجة كده ان احنا الموبايل بتاع ولادنا، يعني موبايل ولادك او التابلت بتاعهم، حاولي ان انت تخليه مش دايما مشحون 100%، يعني مش دايما تشحنيه على الاخر. يعني انا عن نفسي عارفة بشحنه ايه 10%، 15%، 20% بالكتير، بحيث لما يمسكوا التليفون بقى اللي هو عايزين الموبايل اديهولهم، عايزين التابلت اديهولهم، بس في نفس الوقت يكون مشحون حاجة قليلة بحيث يسمعوا فترة قليلة ويروح التليفون فصل شحن. فايه ده يا مامي؟ التليفون فصل شحن يا حبيبي، احطه على الشاحن. فخلاص بيفصل، اللي هو بيسمع شويه التليفون، عندما بيفصل شحن خلاص انتهى الموضوع، هو بيرجع بقى بيفصله وخلاص يا ماما خد التليفون اشحنيه، فبيبقى سمع فتره قليله. بعكس لو التليفون مشحون على الاخر فهو هيقعد يسمع بيه اليوم كله، صعب ان انت تاخدوا منه الموبايل، هيعيط هيزعق هيغلبك. لكن لما التليفون يفصل اللي هو امر واقع، يعني حاجه كده من عند التليفون فصل، انا اعمل ايه طيب؟ فاخده احطه لك على الشحن يا حبيبي، او اخده احطه لك على الشحن يا حبيبتي. فحاولوا انتوا التليفون بتاع ولادكم ما يبقاش دايما مشحون 100%، يعني يبقى مشحون كده حاجه قليله. والحاجه التانية برضو، الحاجه الرابعه يا جماعه، الحاجه الرابعه ان احنا نكون باقة النت لما تخلص مش لازم نجددها في الفور، فاهمين؟ مش لازم ان احنا نجدد باقة النت على طول بحيث يفصلوا ما يلاقوش في نت فيزهدوا بسرعة من مسكة التليفون، مش هيلاقوا حاجة يسمعوها قوي فهيسيبوا التليفونات من ايديهم، هيركزوا معاكي، هيكلموك، هيتناقشوا معاكي، هيسألوا عن حاجات، هيبقى فيه كده كلام كده ما بينكم ودردشة كده وحاجات وحوارات، لان ما فيش نت فهتقعدوا انتوا تتكلموا مع بعض. فحاولي ان انت حتى يوم كده ما تشحنيش النت على طول، حاولي تستني يوم ولا 2 بحيث هما انت يستفادوا من الوقت ده، عشان لو في نت مش هيسيبوا التليفون من ايديهم اصلا.
فانا هنا قلت لكم نقطتين، وقلت في الفيديو اللي قبل كده نقطتين، وحبيت كده ان انا اشارككم الفيديو مع روتين خفيف كده. غسلت بقى الحافظات، اهم حاجه نضفتهم كويس جدا، لان عندي الحافظات بتتلحوظ بسرعه زي ما انتم شايفين. العيال كانوا مبهدلينها جدا، غسلتهم كده كويس جدا ونشرتهم. اليوم ده كان الجو حلو جدا والشمس حلوه، نشفوا بسرعه. وكنست بقى كده السجاد وفرشتهم، وهنا الهدوم طبقتها وهرصها بقى في الدولاب. ويلا بقى سلام.